يحدث أن تسير الحياة متأنقة بوشاح الأمل وترقص رقصة الحب بينما تدق طبول الحرب. أما الألوان فتصير رسولاً يحكي للعالم حواديت الطفولة الحزينة وذكريات الأمواج مع الموت في سفينة الأحلام على وقع أجراس العشق المتمرد على عبثية الواقع. إنها حكايات مفعمة بصخب الحس الإنساني، تبعث فيها الحياة بريشة الفنان التشكيلي السوري كردي الأصل ديلاور عمر، ذاك المولود في العاصمة دمشق بينما ينحدر من مدينة ديريك في محافظة الحسكة. يقيم الآن في لوزان في سويسرا، حيث درس الفن دراسة خاصة وأقام عدة معارض في النرويج وسويسرا وفرنسا ولبنان واليونان. وأصدرت الجهات الرسمية طوابع بريدية تحمل بعض رسوماته، وكثير من لوحاته صارت أغلفة كتب شعرية وقصصية. ديلاور عمر مزج في فرشته السلام والصفاء بلونهما الأزرق والصرخات الهاربة من جنون الحرب والنار في لونها الأحمر، التي يوثق فيها سيناريوهات الظلم المتجسدة في يوميات المواطن السوري في بلاده أو في رحلات اللجوء التي يدفعه إليها نظام احترف اغتيال الأحلام. عمر يوظف الخطوط والألوان حتى تداعب ابتسامة طفل عرف الحزن والخوف مبكراً، أو امرأة يخنقها القهر من كل جهة، وذاك العجوز الذي أصيب بالفقدان والهلع من المجهول. لكن ديلاور عمر يترك الباب مفتوحاً على الحب الذي يلوح في رسوماته المغلفة بالأمل والزهور، وكأنها رغم كل شيء احتفال جريء بالحرية والسلام والحياة.